لو فاكر انك اول ما تعمل الستارت اب بتاعك هتدفع ضرائب تبقى غلطان. اول حاجه لازم تعرفها ان قانون ضريبه الدخل عمل شرائح ضريبيه للمنشات الفرديه، يعني الستارت اب اللي مكتوب باسمك بس، وقال فيه ان اي منشاه فرديه بتحقق صافي دخل اقل من 30,000 جنيه في السنه هو معفي من الضرائب. صافي الدخل ده بقى بتحسبه ازاي؟ بتجمع كل ايراداتك وبتطرح منه اجمالي اللي صرفته، اللي هيطلع لك هيبقى صافي الدخل. طيب لو صافي الدخل السنوي ما بين 30 ل 45,000 جنيه، هنا انت بتبقى في الشريحه الثانيه وهتدفع 10% من قيمه الصافي ده. طيب لو انت بقى في الشريحه الثالثه اللي هي بتبقى صافي الدخل ما بين 45 ل 60,000 جنيه، هنا بتسدد 15% من قيمه صافي الدخل. الشريحه الرابعه واللي هي صافي الدخل بيوصل فيها من 60 ل 200,000 جنيه بيدفع 20% من صافي الدخل. الشريحه الخامسه واللي هي صافي الدخل السنوي ما بين 200 ل 400,000 جنيه بتوصل ضرايبه ل 22.5% من صافي الدخل. الشريحه السادسه بيدفع 25% من صافي الدخل اللي هي اعلى من 400,000 جنيه. وهسيب لك لينك مصلحه الضرايب المصريه في اول كومنت يوضح لك اكتر الشرائح الضريبيه.